اهلا بكم اعزائي المستمعين، معكم الكاتب المسرحي ماجد عبده. اعزائي المستمعين، جئت كي ابحر معكم ايها الاحبة في رحلة الى عالم الطرب الاصيل، ومعي قائد وربان الرحلة موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، اللي عمل مجموعة من الاغاني بتحاكي تاريخ وتراث مصر زي الجندول والكرنك والنهر الخالد. ونسافر مع موسيقار الأجيال في النهر الخالد. مسافر زاده الخيال والسحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه والحب هو الفن، ظمآن والكأس في يديه والحب هو الفن والجمال. شابت على أرضه الليالي وضيعت عمرها الجبال، شابت على أرضه الليالي وضيعت عمرها الجبال، ولم يزل ينشد الديار، ولم يزل ينشد الديار، ويسأل الليل والنهار، والناس في حبه سكارى، هاموا على شطه الرحيب، والناس في حبه سكارى، هاموا على شطه الرحيب، والناس في حبه سكارى، هاموا على شطه الرحيب. على سرك الرهيب وموجك السائل الغريب، يا نيل يا ساحر الغيوب. يا واهب الخلد للزمان، يا ساقي الحب والأغاني، يا واهب الخلد للزمان، يا ساقي الحب والأغاني. علاقة موسيقار الأجيال بأمير الشعراء أحمد شوقي كانت نقطة تحول في حياته، أخرجته من دايرة المجتمع البسيط، مجتمع المصري البسيط اللي كان بيعيش الوقت ده، إلى حياة السفر وحفلات الأوبرا وخلافه. وفي رأيي الشخصي هو أعظم من غنى للأم، وطبعا ده كان في رائعة ست الحبايب. ست الحبايب يا حبيبة
ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي. يا حنينة وكل كتيبة، يا رب خليك يا أمي، يا رب خليكي يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة حبيبة. تتلمذ عبد الوهاب على ايد فنان الشعب سيد درويش وتعلم الكتير منه، اكتر كمان من عبد الحمولي. مرة كان غنى فيها عبد الوهاب من الحان ملحنين اخرين، كان ده في سنة 1924. ونسمع من اجمل ما غنى موسيقار الاجيال اللي احنا مش هنقدر ننساه في يوم من الايام، بفكر في اللي نسيني. بفكر في اللي نسيني، بفكر في اللي نسيني، وبنسى اللي فاكرني، وبهرب من اللي شاريني، وادور عاللي بيعني، عاللي بيعني، عاللي بيعني، عاللي بيعني، عاللي بيعني. بفكر في اللي ناسيني، وبنسى اللي فاكرني، وبهرب من اللي شاريني. عبد الوهاب حب مصر وغنى لمصر وعاش من اجل مصر، ومات وهو عاشق لمصر. قدم لمصر الكتير، ومنها اغنية او اوبريت بقى بتغنيه المجموعة اسمه يا نسمة الحرية. تعالوا نعيشوا مع بعض. يا نسمة الحرية ياللي مليتي حياتنا. أعزائي المستمعين، كان معكم الكاتب